السلام عليكم. ومعانا صفة من صفات الخوف، بس الصفة دي ما فيهاش اشتقاقات. تعالوا نشوف كده. معانا كلمة afraid. طبعا هسأل سؤال لذيذ الأول. afraid يا شباب فيها كام حرف ايه؟ فيها 2. طب حرف الايه الأولاني اتنطق همزة مفتوحة. طب حرف الايه التاني اتنطق اي صوت طويل. طب نرجع نسأل سؤال تاني ألذ شوية. طب ايه الحرف اللي ما اتنطقش في كلمة afraid؟ ببساطة هو حرف الاي. زي كلمة train قطار، الاي اتنطق اي الصوت الطويل بتاعها، لكن حرف الاي ما اتنطقش. طب نرجع ونشوف يا ترى كلمة afraid صفة. طبعا صفة يعني هيجي قبلها verb to be أو أفعال state أو state verbs أفعال الحالة، أو linking verbs اللي هي أفعال الحالة اللي هي زي كلمة look. he looks afraid. becomes seems وam is are طبعا مع الحاجات دي كلها. طب يا ترى أول إيه معنى كلمة afraid هتحمل كذا معنى، بس تعالوا نشوف المعنى الإيماني بتاعها. معنى إيه؟ تعني الشعور بالخوف feeling fear، أو الشعور بالقلق feeling worry، أو feeling worry بريطاني worry أمريكي. نفس الكلمة، الشعور بالخوف والشعور بالقلق. هل في اختلاف بين الاثنين؟ أكيد طبعا. طب الشعور بالخوف أو بالقلق بشأن نتيجة محتملة لموقف ما. طب يا ترى كلمة afraid بتاخد حروف جر إيه؟ أول حاجة ممكن تاخد حرف الجر for. afraid for. ايه ده afraid for معناها ايه؟ معناها خايف على. عايز تقول الام خايفة على ولادها، هتقول the mother او that mother is afraid for her children. that mother is afraid for her children. يبقى الام دي او هذه الام او that mother تلك الام بعيدة طبعا خايفة على اطفالها. طب حرف الجر الثاني هيعكس بقى afraid of معناها خائف من، ويجي وراها الشيء اللي بخاف منه. وليكن مثلا I've always been afraid of heights. I've always been afraid of spiders. كنت دايما بخاف من heights المرتفعات او spiders العناكب. تمام. ممكن ما اجيبش ورا حرف جر خالص، بقول he was suddenly afraid. مرة واحدة felt afraid شعر بالخوف فجأة. ممكن اجيب كمان معايا مع كلمة afraid اجيب وراها to والمصدر. تمام. بقول واحد don't be خد بالك من الادغام ده. don't be afraid to say what you think. لا تخف او لا تخشى، خوف برضو، او لا تقلق برضو. لا تخشى ان تقول ما تعتقده. تمام كده، او تعبر عن رأيك. طب ممكن afraid يجي وراها that طبعا، وفي الحالة دي مش هيجي وراها فعل بس، فعل مصدر، ده يجي وراها جملة كاملة، فاعل وتكملة الجملة. هقول مثلا مثال she was afraid that he might be upset. he didn't come. كانت خائفة أنه لم يأتي. في الحالة دي he might be upset. جبنا جملة بتتكون من فاعل وفعل وتكملة الجملة معانا. طب يا ترى كلمة afraid لها معنى تاني؟ المعنى البسيط اللذيذ اللي هو في نوع من politeness التأدب. عايز أقول أخبار مش حلوة، أو يعني نوع من عدم موافقة. هقول له إيه؟ هقول له وليكن مثلا this is your room, it's rather small. rather يعني quite إلى حد ما صغيرة. I'm afraid قدم لك اخبار مش حلوه، اخشى ذلك. معلش اقوى بوش. نكمل. هي بالظبط كده I'm afraid. طب عايز تقول لا بس بشكل مؤدب politely، هتقول ايه؟ هتقول was she impressed with our work. هل هي معجبه بالشغل بتاعنا؟ I'm afraid not. مش اقول no، لا اقول ايه؟ I'm afraid not. اخشى ان هي مش مبسوطه معانا. لا. طب عايز اقول يس بس يعني انا لسه شاعر بالحزن او متضايق بالموقف. عايز اقول بس مرغم على كده. اعمل ايه؟ ناخد مثال. does this mean I've got to leave؟
Does this mean I've got to leave؟ ده معناه ان انا لازم امشي؟ I am afraid so. اخشى ذلك، اخشى ذلك. I'm afraid so معناها معلش هتمشي بقى. كده فهمنا. معانا اخر معنى من معاني كلمة afraid والتي تعني regret. regret معناها الندم، والندم معناها حاجة مش بتحصل بالطريقة اللي هي المفروض تحصل بيها، يعني المفروض تحصل احسن من كده بس ما بتحصلش بنفس الطريقة المفروض تحصل بيها. ففي الحالة دي انا بقول ايه؟ a lot of those stores will cheat you I'm afraid. معلش يعني سامحني. اخشى برضو نفس المعنى كده قريب منه. كثير من تلك المتاجر سوف تغشك I'm afraid، يعني الموقف مش حلو. في الحالة دي خدنا كلمة afraid بمعنى خائف لو في تحمل معنى الخوف، وكلمة afraid بتحمل معنى القلق، وساعات بستخدمها in a polite way بطريقة محترمة عشان أقول أيوة أو لأ. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وتابعونا علشان نعرف جديد إن شاء الله. والسلام عليكم.